انطوني موديست في السريع، ورقه وقلم واكتب معايا يا عم الناس. مبدئيا كده ده المهاجم اللي المفروض النادي الاهلي حاليا بيتفاوض معاه عشان يجي ويكون مهاجم النادي الاهلي. موديست هو لاعب فرنسي الجنسيه من مواليد 1988 وحاليا عنده 35 سنه. موديست لعب فتره كبيره جدا في الدوري الالماني. ابرز الفرق اللي انضم ليها اللاعب بروسيا دورتموند وهوفنهايم وكولن. مع بروسيا دورتموند لعب 28 مباراه، سجل هدفين وصنع هدف. اما مع هوفنهايم فلعب 62 مباراة، سجل 23 هدف وصنع 7. والمسيرة الأكبر كانت مع نادي كولن، لعب معاهم 157 مباراة، سجل 79 هدف وصنع 10 أهداف، عشان يكون إجمالي عدد المباريات اللي لعبها لحد دلوقتي 478 مباراة. قدر إن هو يسجل فيهم 178 هدف ويصنع 38 هدف. وفي خلال المسيرة دي حصل على 49 كارت أصفر و3 كروت حمر. لاعب بالمختصر المفيد، بيلعب بدماغه كويس جدا، وكمان بيتحرك جوه ال 18 بشكل كويس، وكمان الفينش بتاعه تقدر تقول عليه جيد. لكن اكتر حاجه مقلقه الناس هو ان سنه 35 سنه. فمن وجهه نظرك انت شايف ان السن ممكن يكون عائق في الصفقه، ولا بالنسبه لك السن ده مجرد رقم واهم حاجه الفاعليه بتاعه اللاعب؟ اكتب في الكومنتات واعمل لايك وشير وفولو وشويه الحاجات الحلوه دي.